سيدنا موسى أسمر طويل، وسيدنا عيسى أحمر جاعد عريض الصدر. كتير من الناس بتتخيل شكل الأنبياء والرسل من خلال القصص اللي بيسمعوها عنهم، وبيحطوا تصورات في دماغهم عنهم، أغلبها بيكون غلط طبعا. عشان كده جايب لك في الفيديو ده وصف الأشكال الأنبياء والرسل الحقيقية، والمصدر هو أحاديث النبي ووصفه ليهم في رحلة الإسراء والمعراج. والمصدر الثاني هو رأي المؤرخين وكتب التاريخ زي كتاب البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من الكتب. بس قبل ما نبدأ معلومة كده على السريع: الفرق بين النبي والرسول هو إن النبي إنسان ربنا اصطفاه من خلقه عشان يوحي لهم بدين أو شريعة، أما الرسول فهو المرسل اللي بيبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لناس ما يعرفهمش، أما النبي فهو اللي بيوحى إليه بشرع سابق عشان بس يذكر قومه بالشرع ده ويجدده. عشان كده نقدر نقول إن كل رسول نبي، لكن مش كل نبي رسول. وربنا سبحانه وتعالى علمنا ببعض أسماء الأنبياء والرسل، والبعض الآخر استأثر بهم في علم الغيب عنده، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 25 نبي ورسول. إن شاء الله هنقول أوصاف عشان نساعد أكتر في تكوين صورة ذهنية تفيد في متابعة قصصهم. أهلا بيكم في برنامج منظور. وبس يا سيدي، وسيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج قابل كل الأنبياء والرسل وصلى بيهم. إيه ده؟ يعني سيدنا محمد شاف كل الأنبياء والرسل؟ أيوة بقولك وصلى بيهم. على كده بقى شاف أوصافهم وعرف أشكالهم عاملة إزاي؟ أيوة طبعا، ده حتى وصف أشكالهم كمان، والكلام ده مذكور في الأحاديث النبوية. طب هم أشكالهم عاملة إزاي؟ لا ده قصة كبيرة محتاجة وقت طويل. احكي أنا عايز أعرف. طب بص يا سيدي، صلى على النبي. الحكاية بتبتدي سيدنا آدم عليه السلام. عاش سيدنا آدم مع زوجته حواء في الجنة لحد ما الشيطان وسوس لهم وأكلوا من الشجرة اللي ربنا نهاهم يقربوا منها، فهبطوا للأرض بأمر من الله، ومن هنا ابتدت الحياة البشرية على كوكب الأرض. وسيدنا آدم كان أسمر، وده أصلا معنى اسم آدم، بس بعض أهل التفسير قالوا إنه تسمى آدم لأنه خلق من قديم الأرض. ولكن في أحاديث عن النبي بتقول إن سيدنا آدم كان أبيض جاعد مكحل، ما تعرفش بقى أنهي الأصح، لكن الأكيد إنه كان طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، والذراع بيساوي حوالي 62 سم. يعني بحسبة بسيطة كده طول سيدنا آدم 37 متر وعرضه 4 أمتار. وعاش سيدنا آدم 1000 سنة، وقيل 960 وقيل 930. سيدنا شيس عليه السلام. ايه ده؟ هو في نبي اسمه شيس؟ انا اول مرة اسمع عنه. ايوه يا عم، ما تقاطعنيش بس وانت هتعرف كل حاجة. ماشي اتفضل كمل. اتولد شيس ابن سيدنا آدم عليهما السلام بعد ما قابيل قتل أخوه هابيل ب50 سنة، وكان عمر سيدنا آدم ساعتها 130 سنة، وكان بيشبه أبوه آدم جدا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه إن حواء ولدت لسيدنا آدم شيس ومعاه أخته حزورة، فسماه الله تعالى هبة الله أو البديل، لأنه جه عوض عن هابيل. وقبل ما يموت سيدنا آدم ب 11 يوم مرض شديد، فأوصى إن سيدنا شيس يتولى أمر القوم من بعده، وكتب وصيته في كتاب واداهوله، وأمره إنه يخفيه عن أخوه قابيل لأنه بقى فاسد من بعد ما قتل أخوه هابيل بسبب الحسد. وربنا أنزل على سيدنا شيس 50 صحيفة، وبدأ يدعو للإسلام بعد أبوه آدم. وما وردش اسم النبي شيس في القرآن ولا مرة، واقتصر ذكره في الأحاديث النبوية بس. وعاش سيدنا شيس عليه السلام 912 سنة، وقيل 930 وقيل 1000 سنة. سيدنا إدريس عليه السلام. إدريس هو ثالث نبي بعد آدم وشيس عليهما السلام، واتبع إدريس عقيدة سيدنا آدم وكان من أتباعه، وكان بيدعو الناس للإسلام ولعبادة الله سبحانه وتعالى. فلما رفض عدد كبير من الناس اتباعه وانتشر فساد ذرية قابيل واعتدائهم على المؤمنين، شرع الله الجهاد، فجهز إدريس جيش قوي من الخيل والرجال وقاتل المفسدين، فهزمهم وسبى منهم، فكان أول من قاتل في سبيل الله. وبعدين قرر إنه يهاجر لمصر مع أنصاره وكمل رسالته هناك. وسيدنا إدريس هو أول من استخدم القلم، ومنحه الله القدرة على التحدث بعشرات اللغات، وهو أول من خاط الثياب. أما عن وصف شكله فكان أبيض طويل ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسم كثير شعر الرأس، وكان كحيل العينين عريض المنكبين ضخم العظام قليل اللحم، وكان كثير الصمت. ومعنى اسم إدريس هو المكرس. وعاش على الأرض 865 سنة، وبعدين رفع للسماء الرابعة، وأدرك من عمر سيدنا آدم 208 سنة. سيدنا نوح عليه السلام. بعث الله سيدنا نوح لقوم كانوا بيعبدوا الأصنام، فدعاهم سيدنا نوح للإسلام والتوحيد بالله ونبذ عبادة الأصنام، واستخدم معهم كل الوسائل، لكنهم رفضوا دعوته وأصروا على كفرهم، فأغرقهم الله بالطوفان. ونجا بس سيدنا نوح واللي أمنوا معاه. وسيدنا نوح هو رابع الأنبياء، واتولد بعد وفاة سيدنا آدم ب 126 سنة، ومعنى اسم نوح هو الهادئ. وعاش حوالي 950 سنة، ويقال 2500 سنة.
سيدنا هود عليه السلام أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا هود لهداية قوم عاد والدخول في الإسلام، وكانوا بيعبدوا الأصنام، وحاول يقنعهم إن الأصنام اللي بيعبدوها دي لا بتنفع ولا بتضر، لكنهم رفضوا اتباعه وكانوا مغرورين جدا بسبب ثرائهم وقوتهم، واتهموا سيدنا هود بالجنون. ربنا عاقبهم بعاصفة دمرتهم. وسيدنا هود كان رجل آدم يعني أسمر، وكان حسن الوجه كثير الشعر، كان عملاق برضه، وده يفسر الطول الكبير للقبر بتاعه. ومعنى اسم هود هو الرفيق، ومات عن عمر يناهز 464 عام. سيدنا صالح عليه السلام أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا صالح لهداية قوم ثمود، وده كان بعد حوالي 200 سنة من إرسال سيدنا هود لقوم عاد. واستمر سيدنا صالح في دعوة ثمود للإسلام، ولكنهم كذبوه وطلبوا منه معجزة عشان يصدقوه ويتبعوه. فطلبوا منه إنه يخرج لهم ناقة من بين الجبل، فدعا ربنا فاستجاب له وخرجت الناقة من بين الجبل، ولكنهم قتلوه فأهلكهم الله وأرسل عليهم زلزال دمرهم. وكان سيدنا صالح رجل عملاق، وده ظهر في طول القبر بتاعه. وعاش سيدنا صالح 321 سنة. سيدنا إبراهيم عليه السلام أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم لقوم اسمهم الصابئة، ودول قوم بيعبدوا القمر والشمس والنجوم، فدعاهم للإسلام وللتوحيد بالله، واستخدم معاهم كل الوسائل. وبعد ما أقام عليهم الحجة والبرهان لجأوا معاه للقوة المفرطة، فأشعلوا نار عظيمة وألقوه فيها. فقال سيدنا إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، فربنا نجاه من النار وخرج منها من غير ما يتصاب بأي أذى. وقصص سيدنا إبراهيم كتير، منها قصته مع ابنه الذبيح إسماعيل، وإزاي ربنا فداه بذبح عظيم، واللي عملنا عليها حلقة هحطها لكم في الوصف تحت بشوفوها بعد الحلقة دي. ومعنى اسم إبراهيم هو الأب الرحيم. وعاش سيدنا إبراهيم 200 سنة، ووصف سيدنا إبراهيم هو نفسه وصف خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، عشان كده هنقوله مرة واحدة لما نوصل لسيدنا محمد. سيدنا لوط عليه السلام بعث سيدنا لوط عليه السلام في عصر سيدنا إبراهيم. أصل هو عمه، وهو اللي سماه لوط لأن حبه لاط في قلب سيدنا إبراهيم، يعني تعلق بيه والتصق. واختار ربنا سيدنا لوط عشان يهدي قوم كانوا بيسكنوا قرية اسمها سدوم، ويدعوهم للإسلام والبعد عن الفجر وفعل المنكر. فكانوا بيقطعوا السبيل وبيعملوا الفواحش والمحرمات وبيمارسوا الشذوذ، فما كان منهم إلا إنهم تمادوا أكتر في فعل المحرمات، بل كمان هموا بإخراج سيدنا لوط وأهله من القرية، فأنزل ربنا عليهم العذاب وأهلكهم جميعا. وعاش سيدنا لوط 130 سنة. سيدنا شعيب عليه السلام بدأت دعوة سيدنا شعيب عليه السلام بعد سيدنا لوط بفترة قصيرة، ويرى بعض العلماء ان نسبه يرجع للكلدانيين، ودول مجموعة من الناس من منطقة في جنوب بلاد الرافدين. وسيدنا شعيب ما كانش من ولد سيدنا إبراهيم، ولكن كان من ولد بعض من آمن بيه، فهو ابن بنت سيدنا لوط، يعني جدة سيدنا شعيب هي بنت سيدنا لوط. وبعث ربنا سيدنا شعيب لقوم مدين عشان يهديهم للإسلام، لأنهم كانوا بيعبدوا شجرة مقدسة عندهم، فلما رفضوا اتباع سيدنا شعيب وأصروا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب من عنده. وكان سيدنا شعيب ضرير يعني فاقد للبصر، ومعنى اسم شعيب هو الدال على الرشد. سيدنا إسماعيل عليه السلام هو ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام من زوجته السيدة هاجر، وشارك سيدنا إسماعيل أبوه سيدنا إبراهيم في بناء الكعبة المشرفة، ويعتبر سيدنا إسماعيل هو أبو العرب، وكان ملبي لأمر الله بالدعاء لدين الإسلام، وكان بيدعو أهل اليمن والعماليق والجراهمة بإخلاص وصدق، ووصف بالقوة والعزم، وعرف عنه إنه كان رامي قوي، واسمه معناه يسمع الله، وتسمى كده لأن السيدة هاجر أمه لما كانت بين الصفا والمروة بتدور على أي ماء يسد ظمأها هي وطفلها، وكانت بتدعي ربنا فاستجاب ربنا لدعائها، فقالت يسمع الله دعائي، فسمت ابنها يسمع الله عشان تفتكر دايما ان ربنا سمع دعائها واستجاب لها. وعاش سيدنا اسماعيل 137 سنة. سيدنا إسحاق عليه السلام هو ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام من زوجته السيدة سارة، وكانت الملائكة بشرت السيدة سارة بغلام عليم وهي طاعنة في السن، فكانت معجزة من ربنا واتولد سيدنا إسحاق، وجه بعد سيدنا إسماعيل، واستمر في دعوة الناس للإسلام والعبادة الله سبحانه وتعالى مع أخوه إسماعيل. ومعنى اسم إسحاق هو الضاحك. وعاش سيدنا إسحاق 180 سنة. سيدنا يعقوب عليه السلام اتولد سيدنا يعقوب في فلسطين، وهو ابن سيدنا إسحاق عليه السلام، وكان بيدعو الناس للإسلام ولعبادة الله الواحد الأحد، وانتقل أثناء تأديته للدعوة الإسلامية لبلاد كتير منها العراق ومصر، من أسمائه الأخرى إسرائيل، ومعنى اسمه المجاهد. وعاش حوالي 147 سنة. سيدنا يوسف عليه السلام هو ابن سيدنا يعقوب عليه السلام، وأكمل الدعوة للإسلام من بعد أبوه، وشهد اعتداءات كتير عليه، منها إخواته اللي رموه في البئر ودخول السجن ظلم. وأجمع كل الناس على إن سيدنا يوسف بلغ حد من الجمال ما بلغوش حد أبدا، حتى إن بعض الناس كانوا بيشبهوه بالملائكة من شدة حسنه وجمال منظره. وسيدنا يوسف كان حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينين أبيض غليظ الساقين والساعدين، وكان إذا ابتسم النور بيخرج منه، وكان كالبدر على سائر الكواكب عليه السلام.
السلام، ومعنى اسم يوسف هو الله يريد. وعاش سيدنا يوسف 110 سنة. انا كنت اعرف ان سيدنا يوسف جميل جدا، بس ما كنتش اعرف انه بالجمال ده. ايوه يا ابني، ده حتى الرسول بيقول اعطي يا يوسف شطر الحسن، يعني ما جاش ولا هيجي في جماله. المهم هكمل لك بقى. سيدنا أيوب عليه السلام، وهو ابن أخو سيدنا يعقوب، ومن أحفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وربنا أرسله لهداية الناس للإسلام في صحراء في شمال شرق فلسطين. وعانى سيدنا أيوب من المرض لمدة 7 سنين، وكان مرضه مرض جلدي، وعانى بسبب المرض مع قومه، مع إن المرض ما كانش منفذ، إلا إن قومه شافوا إن الأنبياء مش المفروض يتصابوا بالأمراض دي. وكان سيدنا أيوب بيستحي من الله ويستحي من الدعاء لتفريج الكرب لحد ما اشتد عليه المرض، ولكن دعا ربه واستجاب له وزال المرض ورجع شباب تاني. وبعض الروايات بتقول ان المرض اللي اتصاب بيه سيدنا ايوب هو احد انواع مرض الذوالفقاع، ومعنى اسم ايوب هو المستقيم. وعاش سيدنا ايوب 93 سنة. سيدنا ذو الكفل عليه السلام هو نبي من انبياء بني اسرائيل، واسمه الاصلي بشر، وربنا بعثه بعد سيدنا ايوب وسمي ذو الكفل. وسبب التسميه انه تكفل للنبي اللي كان في زمانه انه يخلفه في قومه اذا مات ويقضي بينهم بالعدل. واختلف المفسرين في كونه نبي او رجل صالح، ولكن خلصوا في النهايه الى انه نبي. وكان بيصلي في اليوم 100 صلاه، ويصوم النهار ويقيم الليل، وكان لا يغضب مهما حصل. ومعنى اسمه قوه الله، ويعتقد انه عاش 75 سنه. سيدنا يونس عليه السلام أرسله الله تعالى لأهل نينوى من أرض الموصل، وكانوا حوالي 100,000، فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، فكذبوه واستمروا على كفرهم وعنادهم. فخرج غاضب من عندهم ووعدهم بحلول العذاب بعد 3 أيام. فلما خرجوا وشافوا بوادر العذاب أيقنوا أنهم كانوا غلطانين، وربنا قذف في قلوبهم التوبة، فدعوا ربنا أنه يرفع عنهم العذاب فاستجاب. أما سيدنا يونس فكان خرج من القرية من غير ما ربنا يأذن له، فلما خرج ركب مركب في البحر، فحصلت عاصفة وكانت المركب بتغرق. فتشاور الركاب مع بعضهم انهم لازم يرموا حد منهم في البحر، وعملوا قرعه، ووقعت القرعه على سيدنا يونس 3 مرات، فالقى نفسه في البحر، وربنا امر حوت عظيم انه يقتله بس من غير ما يصيبه باي اذى. فقعد سيدنا يونس يدعي ربنا ويستغفره لحد ما استجاب له، وقذفوا الحوت للبر بامر من ربنا، وانبت عليه شجره من الطين، ورجع تاني لقومه بعد ما استعاد قوته. ومعنى اسم يونس هو حمامه. ها وقفت ليه؟ كمل. تعبت. ما انا قلت لك يا ابني القصه طويله. بص هكمل لك الباقي بعدين. ماشي يا عم خلاص، بس قريب عشان عايز اعرف باقي الانبياء ان شاء الله. وبيقول حسان بن ثابت شعر الرسول في وصف جمال سيدنا محمد: وأكمل منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عين، كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وصف الأنبياء والرسل من أول سيدنا آدم عليه السلام، وآخر نبي ذكرناه هو سيدنا يونس عليه السلام. كل ده في الجزء الأول، أنصحك تروح تشوفه وبعدين ترجع تكمل الفيديو ده عشان بس الترتيب يبقى مظبوط. النهارده بقى هنكمل باقي الأنبياء والرسل من أول موسى عليه السلام لحد خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بفكرك بس تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو وبس. يلا نبدأ. أهلا بيكم في برنامج منظور آخر. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يلا كمل لي قصة وصف الأنبياء اللي حكيت لي عنها. طب قول سلام عليكم الأول. سلام عليكم الأول. يلا كمل بقى. طب احنا وقفنا فين آخر مرة؟ احنا آخر مرة خلصنا سيدنا يونس، المفروض نبدأ من بعديه بقى. ماشي يا سيدي، صلى على النبي. بعد سيدنا يونس بيجي سيدنا موسى عليه السلام. أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى لهداية الناس للدين الإسلامي في مصر، وخاصة لفرعون ملك مصر الظالم، وأنزل عليه التوراة، فآمن معاه بعض بني إسرائيل، وهاجر بيهم موسى من مصر، وعدى بيهم من وسط البحر، وغرق فرعون وجنوده. وسيدنا موسى كان رجل آدم يعني أسمر، وكان كثير الشعر طويل القامة قليل اللحم، وشعره كان وسط بين الجعودة والنعومة. ومعنى اسم موسى هو المنقذ أو المخلص. وعاش سيدنا موسى حوالي 120 سنة. سيدنا هارون عليه السلام وهو الأخ الأكبر لسيدنا موسى عليه السلام، وكان معاه في دعوة فرعون وبني إسرائيل للإسلام، وكان بيسانده في الدعوة بعد ما سأل موسى ربنا إنه يخليه معين ليه في المهمة الصعبة دي. وامتاز سيدنا هارون عليه السلام بالبيان وفصاحة اللسان والحكمة والاتزان وسدادة الرأي والإقناع، وكان عليه السلام قوي البنية والجسد ونشيط. فيقال إن معنى اسمه في العبرية هو النشاط، ويقال إن معناه موطن القوة أو الوزير والمعين. وكانت لحية سيدنا هارون طويلة جدا حتى انها كانت بتوصل لسرته من طولها، وكان نصها ابيض والنص التاني اسود. وعاش سيدنا هارون 122 سنة.
سيدنا الخضر عليه السلام، وده من اكتر الشخصيات غموضا في التاريخ. اجمع بعض العلماء على انه نبي، ولكن الاكتر قالوا انه ما كانش نبي، وعشان كده هنعمل حلقة كاملة عنه قريب ان شاء الله. ايه ده فين يا عم قصة سيدنا الخضر؟ انت ما قلتش عنه حاجة كده يا ابني، قصته طويلة وفي آراء كمان ان هو مش نبي. معلش انا عايز اعرفها برضه. طب خلاص هحكي لك عنه المرة الجاية ان شاء الله. يلا بس نكمل القصة. سيدنا يوشع بن نون عليه السلام هو حفيد سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وكان عايش بين القرنين ال12 وال13 قبل الميلاد، وذكر في سورة الكهف بدون اسم بالفتى اللي كان مع موسى عليه السلام، وهو اللي قاد بني إسرائيل بعد موت سيدنا موسى وخرج بيهم من التيه ودخل بيهم بيت المقدس أو أورشليم بعد حصار وقتال طويل. ولما أوشك إنهم ينتصروا خلاص كان وقت العصر جه، وكان يوم جمعة، واليوم اللي بعديه هو يوم سبت، وده كان يوم حرم فيه ربنا على اليهود العمل أو القتال، وكان يوم للعبادة بس، وبكده لو دخل عليهم المغرب مش هيقدروا يكملوا قتال. فنظر سيدنا يوشع للشمس ورفع ايده ودعا ربنا انها لا تغيب لحد ما انتصروا، وفعلا ربنا استجاب له وحبس الشمس وانتصر، واستقر سيدنا يوشع بن نون مع بني اسرائيل في القدس يحكم بينهم بكتاب الله التوراة لحد ما مات وهو عنده 127 سنة. سيدنا إلياس عليه السلام هو إلياس بن ياسين من ولد سيدنا هارون أخو موسى عليه السلام، وربنا بعثه لبني إسرائيل في مدينة بعلبك في أقصى الشمال، وكانوا بيعبدوا الأوثان بعد ما نقضوا عهد الله وكفروا بيه، فدعاهم سيدنا إلياس لترك عبادة الأوثان، التوحيد بالله والدخول في الإسلام، لكنهم ما استجابوش ليه واستمروا في ضلالهم وكفرهم وما أمنش بيه ولا واحد منهم. فرفع سيدنا إلياس إيده ودعا عليهم فاستجاب ربنا ليه، وحبس المطر عنهم لمدة 3 سنين. فراحوا لسيدنا إلياس يطلبوا منه انه يزيل عنهم الكرب وينزل لهم المطر، ووعدوه انهم يامنوا ويتركوا عباده الاصنام، ولكن بعد ما ربنا نزل لهم المطر تاني ازدادوا في الظلم والجبروت. فرفع سيدنا الياس ايده لربنا، بس المره دي سالوا انه يقبضوا اليه، ومعنى اسم الياس هو الرب الهي. سيدنا إلياس عليه السلام يقال انه ابن عم سيدنا إلياس عليه السلام، وخلفه في قوم ودعاهم للإسلام متمسكا بمنهاج إلياس عليه السلام، وهو ده النبي اللي قال لبني إسرائيل ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. والقرآن الكريم اوجز عن حياته وما ذكرش عنها حاجة، انما ذكر انه واحد من الانبياء الكرام فقط. ويقال ان من معجزاته انه كان بيمشي على الماء ويحيي الموت ويبرئ الأكمى والأبرص زي عيسى عليه السلام، ومعنى اسم اليسع هو الله مخلص. سيدنا عزير عليه السلام هو أحد أنبياء الله لبني إسرائيل، وهو ده اللي عدى على مدينة ويقال إنها القدس، وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكان سنه ساعتها 30 سنة، فأماته الله 100 عام ثم بعث، فكانت آية ومعجزة لبني إسرائيل. وكان عاش في زمن نبوخذ نصر ملك بابل اللي هدم بيت المقدس محل سكن بني إسرائيل وأخذ منهم أسر. وسيدنا عزير هو من نسل سيدنا هارون أخو موسى عليهما السلام، وبحسب بعض المصادر فسيدنا عزير هو اللي رجع بني إسرائيل للقدس مرة تانية بعد ما أسروا من الملك نبوخذ نصر. ولكن على حد قول العلامة طباطبائي في تفسير الميزان ان سيدنا عزير لم يتبين هل هو نبي او لا، وعاش سيدنا عزير حوالي 150 سنة. سيدنا داود عليه السلام كان سيدنا داود عليه السلام شاب من بني إسرائيل، ولما خرج طالوت ببني إسرائيل لمواجهة جالوت وجنوده خرج داود في جند طالوت فثبت، وبقى من الفئة القليلة اللي ما شربتش من النهر وواجهوا جالوت وجنوده، وقتل سيدنا داود جالوت فلمع نجمه في بني إسرائيل وعرفوا قدره، فبقى الملك عليهم بعد طالوت، وآتاه الله النبوة، فجمع الله له بين النبوة والملك وبين خير الدنيا والآخرة، وأنعم عليه بنعم كتير، وأنزل عليه كتاب الزبور، فكان صوته جميل في الإنشاد وتنسب له المزامير. وكان سيدنا داود عليه السلام قصير أزرق العينين قليل الشعر، ومعنى اسم داود هو المحبوب. وفضل سيدنا داود يدعي لدين الله الإسلام لحد ما مات وعاش حوالي 70 سنة. سيدنا سليمان عليه السلام هو ابن سيدنا داود عليه السلام، وبينتهي نسبه ليهوذا أخو سيدنا يوسف من أبيه. وحكم سيدنا سليمان عليه السلام دام 40 سنة، حكم فيهم يهوذا وبني إسرائيل 33 سنة، وحكم مدينة الخليل في فلسطين 7 سنين، وأورثه الله الملك وهو في سن 12 سنة، وميزه عن أقرانه بالحكمة والذكاء والفطنة والسياسة، حتى إن سيدنا داود كان بياخد رأيه في قضايا كتير رغم صغر سنه. وكان عليه السلام كثيف الشعر أبيض، وكان بيحب دايما يلبس الملابس البيضاء، ومعنى اسم سليمان هو رجل سلام، وعاش سيدنا سليمان 52 سنة. سيدنا دانيال عليه السلام ذكر كتير من أهل العلم بالتاريخ والسير إن سيدنا دانيال عليه السلام كان نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان في زمن بخت نصر أو نبوخذ نصر اللي خرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وأحرق التوراة. ويقال إنه بشر بقدوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واشتهر إن الصحابة رضي الله عنهم عثروا على جسده لما فتحوا مدينة تستر، وكان الناس في المدينة دي محتفظين بجسده عشان يتبركوا بيه ويطلبوا المطر، لأن زي ما احنا عارفين أجساد الأنبياء مش بتتحلل. فأمر الخليفة عمر بن الخطاب
رضي الله عنه ابو موسى الاشعري واصحابه انهم يدفنوه في مكان محدش يعرفه غيره، فحفروا بالنهار 13 قبر متفرق، وفي الليل دفنوه في واحد منهم وردموا القبور كلها، وبكده محدش من الناس هيعرف مكانه فمش هيعرفوا ينبشوه. تصدق انا اول مره اعرف عن النبي دانيال ده واعرف قصته؟ والله قصه جميله. فعلا والله. يلا بس نكمل عشان نوصل لسيدنا محمد ونعرف وصف شكله كان عامل ازاي. سيدنا زكريا عليه السلام اتولد في القرن الأول قبل الميلاد في مدينة الخليل، واشتغل بالتجارة، وكان من كبار الربانيين اللي بيخدموا الهيكل، وكان كبيرهم وعلى رأسهم عمران والد ستنا مريم عليه السلام، وهو اللي كفلها بعد ما مات أبوها. وكان سيدنا زكريا عابد لله زاهد صبور كثير الدعاء لله، وربنا رزقه بعد ما امتلأ رأسه بالشيب وزوجته كبرت في السن بابنه يحيى عليه السلام استجابة لدعائه. ومعنى اسم زكريا هو ذكر الله. سيدنا يحيى عليه السلام هو ابن سيدنا زكريا عليه السلام اللي ربنا رزقه بيه بعد عمر طويل استجابة لدعائه. وكان سيدنا يحيى عليه السلام غلام ذكي حكيم، وكان بيحب العبادة جدا، وكان دايما عاكف في محراب العلم، وكان حصور، والحصور هو الذي لا يأتي النساء، وده من عفته واجتهاده. وذكر انه اتولد في نفس السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح، وذبح يحيى عليه السلام وهو قائم في المحراب ظلم وعدوان تنفيذا لرغبة امرأة فاجرة وملك ظالم. وسيدنا يحيى عليه السلام كان جميل الوجه لين قليل الشعر قصير الأصابع طويل الأنف مقرون الحاجبين، يعني حاجبيه كانوا متصلين، ومعنى اسم يحيى هو الحنون. وعاش سيدنا يحيى 30 سنة. سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام أرسله الله هداية للناس لعبادة الله سبحانه وتعالى والإسلام قبل إرسال سيدنا محمد ب 570 سنة. وسيدنا عيسى عليه السلام كان رجل قوي البنية، طوله متوسط عريض الصدر، شعره باهت مجعد طويل بيوصل لحد كتف، بشرته بيضاء مشربة بالحمرة، وكان حاد البصر ومربوع، يعني مش نحيف ولا سمين، وكان رأسه بيقطر ماء من غير بلد عليه السلام. وعاش سيدنا عيسى على الأرض 33 سنة، وبعدين رفع الله تعالى إليه وهينزل الأرض تاني يوم القيامة. وذكر إن أمه ستنا مريم البتول عاشت بعديه 6 سنين بس، وماتت وعمرها 53 سنة. ومعنى اسم عيسى هو الرب يخلص. ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى بالرسالة وهو عمره 40 سنة، واختاره لتأدية الرسالة والدعوة للإسلام في مكة المكرمة، وأنزل عليه القرآن الكريم. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صورة وأتمهم خلقة وأجملهم هيئة، لم يرى قبله ولم يرى بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وكان رجل مربوع، يعني لا طويل ولا قصير ولا سمين ولا رفيع، بعيد ما بين المنكبين، وكان شعره فيه تسني بسيط، مش ناعم جدا ولا جاد جدا. وكان صلى الله عليه وسلم شافي، يعني ممتلئ الأصابع، وكان ضخم الرأس بما يتناسب مع جسده الشريف، وكان ضخم الكراديس، والكراديس اللي هي المفاصل، وكان عنده شعر في صدره بيبدأ من أول الصدر لحد السرة. وكان إذا مشى أسرع صلى الله عليه وسلم. وجهه كان أزهر اللون، يعني أبيض مستنير، وكان قوي البنية ما عندوش دهون في جسمه. وجهه الشريف كان في هيئة مستطيل، وكانت لحيته سوية، وشعره كان طويل بيوصل لحد منكبيه، وكان ساعات بيحلقه خاصة وقت الحج والعمر. وحاجبي النبي كانوا على شكل هلال ومفيش شعر بينهم، ورموشه كانت طويلة، وعينه واسعة، وإيده كانت ضخمة، وفمه كان كبير. إذا اتكلم أخرج الحروف واضحة وفصيحة. ما كانش غليظ الطبع ولا فاحش في القول ولا العمل ولا صاخب بيرفع صوته، وما كانش بيرد السيئة بالسيئة ولكن بيعفو ويصفح. كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان يعظم النعم ويحلب شاته ويخدم نفسه. جسمه كان ضخم ومفخم، من رآه هابه ومن خالطه أحبه. ما كانش بيمشي مع حد من الناس إلا وكان أطول منه، وما كانش بيجلس في أي مجلس إلا وكتفه أعلى من كل الناس. وكان أنور المتجرد، يعني الجزء اللي ظهر من جسمه الشريف كان بيشع نور. وكان شديد سواد الشعر، طويل الزندين، يعني طويل الذراع، سائل الأطراف، يعني صوابه طويلة صلى الله عليه وسلم. وكان أبيض الإبطين، وده من علامات النبوة. ومن علامات النبوة برضو خاتم النبوة، ودي غدة حمراء شبه بيضة الحمامة أو الهلال كده. كان جبينه واسع، وكان شديد سواد العين، وفيه عروق حمراء رقيقة خارجة منها. إذا نظر ليه أي شخص قال إنه أكحل العينين، بس هو مش أكحل. أنفه مستقيم وطويل في الوسط. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، يعني كثير منابت الشعر. وكانت عنفقته بارزة وحواليها بياض زي اللؤلؤ. والعنفقة هي الشعر اللي بيظهر بين الشفة السفلية والدقن اللي هي دي يعني. واسمه محمد اشتق من صفة الحمد. وعاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ومات في المدينة المنورة. وبس يا سيدي، كده خلصنا قصة وصف الأنبياء. ايه رأيك؟ والله انا عرفت معلومات كتير عن الانبياء ما كنتش اعرفها خالص، بس اكتر حاجة عجبتني الصراحة هي وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام.
خد هنا، رايح فين؟ عايز ايه تاني؟ قصة سيدنا الخضر امتى؟ ان شاء الله المرة الجاية. خلاص ماشي. بقول لك صح، عايز ايه تاني يا عم؟ قريب ان شاء الله. وبكده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، عايزين نتكلم في مواضيع ايه الفترة الجاية؟ ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك عشان ما تفوتكش الحلقات الجاية، وان شاء الله اشوفك قريب، وسلام.